الغراب علمنا ازاي ندفن الموتى لاول مره، بس انت تعرف المصري القديم كان بيدفن موتى ازاي؟ ازيكم عاملين ايه؟ انا شاد محمود، والنهارده هنتكلم عن تطور المقابر سواء كانت الملكيه او الافراد. في البدايه كانت عباره عن حفره بسيطه، وفي الغالب بتكون بيضاويه لان ده بيكون اسهل شكل يقدر يعمله الانسان. بعد كده الحفره دي بدات تبطن بجلود للحيوانات عشان يفصلوا الرمل عن جسم الانسان. بعد كده تطورت وبدأ يعمل حجرات أسفل الأرض بنزلها عن طريق سلم. والتطور المشهور الخاص بالمصطبة ده ظهر، وكان عبارة عن بنائين: البناء العلوي والبناء السفلي. البناء السفلي ده كان بيكون خاص بدفن الجسمان المتوفى. بالنسبة للبناء العلوي فبيتم تقسيمه وبيكون زي حجرات للتخزين. استمر شكل المصطبة للأفراد، ولكن حصل تطور في المقابر الخاصة بالملوك، فظهر عندي الهرم المدرج واللي كان خاص بالملك زوسر. بعد كده ظهر عندي أول هرم كامل، واللي عندنا المعلومة خاطئة شوية لأن أول هرم كامل كان في عهد الملك سنفر اللي معروف بالهرم الأحمر في دهشور الشمالية. بعد كده جه عندي أكبر تطور اللي وصل للبناء في الأهرامات، وهو هرم الملك خوفو. بس كده أنا خلصت الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا.